لن تصدق ما قاله مدرب الجزائر بالماضي بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو ب2-0 في كأس أفريقيا. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، فضلا ليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. واجه منتخب الجزائر اليوم منتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس أفريقيا 2023 في مباراة كانت قوية ومشوقة، حيث انتهت المباراة بهدف واحد لمنتخب الجزائر سجله بغداد بنجاح في الدقيقة 51 مقابل هدفين لمنتخب بوركينا فاسو. وعن هذا خرج مدرب منتخب الجزائر بالماضي بتعليق ناري عقب الخسارة أمام بوركينا فاسو، حيث قال: اللاعبين اليوم قدموا مباراة بروح رياضية قوية، لكن منتخب بوركينا فاسو كان منافسا قويا لنا اليوم. كانت بعض الأخطاء وعدم التفاهم بين اللاعبين، هذا ما سبب الضغط علينا، لكن على كل حال لن نستسلم وسنجتهد أكثر فأكثر لتعويض هذه الخسارة في المباريات القادمة. أمامنا فرصة لتجاوز هذه الخسارة. ما رأيكم مشاهدينا الكرام في تعليق مدرب منتخب الجزائر بالماضي؟ وهل صحيح سيظهر منتخب الجزائر بصورة أفضل في المباريات القادمة؟ شاركونا آراءكم في التعليق، وشكرا على المشاهدة.